السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج ضد السحر. والحلقة ديت قبل ما نبدأها عندنا تهنئة للسيد محافظ الدقهلية المحاسب المحترم حسام الدين إمام، وتهنئة للشعب الدقهلية كله بالعيد القومي لمحافظ الدقهلية. وهنبدأ حلقتنا بأهم الاتصالات اللي تمت الأسبوع ده من خلال البرنامج والحالات اللي جت بعد الحلقة اللي فاتت. وهنتكلم برضو، مش هننسى في الحلقة ديت المشايخ النصابين اللي بنصبوا على الناس باسم الدين في القنوات المحترمة اللي بيتصلوا علينا كل أسبوع بيشتمونا عشان احنا بنعالج الناس لوجه الله من السحر. أنا هدفي الوحيد إن أنا أعالج الناس من السحر لوجه الله، وأعلم الناس تعالج نفسها إزاي. لا عايز من حد الأبيض ولا عايز حاجة من حد الأبيض ولا أسود، ومش عايز حد يروح لشيخ ولا عايز حد يدخل شيخ بيته. أنا عايز الناس كلها تعالج نفسها بنفسها. ده الهدف الأول للبرنامج بتاعنا، وأنا هفضل ورا الكلام ده لغاية ما نقضي على الناس النصابة دي كلها. ويا جماعة ما فيش حاجة اسمها راقي شرعي. الراقي الشرعي ده يشوف له وظيفة ويشوف له أكل عيش غير الشغلة دي، يشوف له أي أكل عيش غير الشغلة دي. لأن الناس يعني الراقي الشرعي بيدخل البيت بيقول لك أنا شغال شغلتي راقي شرعي. بيدخل البيت بيعمل إيه في البيت؟ بيعمل جلسة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وبياخد فلوس. بتاخد فلوس ليه يا عم؟ أنا باخد فلوس نظير الوقت اللي ضاع. طب نظير الوقت اللي ضاع يا عم، شوف ضيع وقتك في حاجة تانية. احنا هنقضي على الكلام ده كله. أنا ضد الكلام ده كله، لأن السحر فساد. ومش هحارب السحر بس، أنا بحارب السحر وبحارب السحرة المغاربة والسودانيين وأي حد يتكلم في سحر أنا هفضل وراه وهفضل أحارب فيه. طيب القصة بتاعتنا مش هنا كمان. طب أنا هحارب في الجماعة السحرة، وبعدين بعد ما أحارب السحرة هحارب رجال الدين، رجال العلم اللي بيقولوا بنعالج بالقرآن، اللي بيشتغلوا الناس، القنوات المحترمة اللي عايز بتبيع عسل وبتبيع عطارة وبتبيع وبتبيع وبتبيع. طب وبعدين المشايخ المحترمة اللي هم بيشتغلوا في الموضوع يا ريت يشوفوا شغل حلال، لان الشغل ده ماهيش حلال. ما يروح عند حد ويلاقي الحد ده هو مريض نفسي وقاعد بينازع قدام منه او بيمثل قدام منه وبيعيش معاه الدور، بيعيش مع الدور جامد علشان يحلل البرستين اللي هياخدهم، عشان يبقى في جلسه واثنين وثلاثه واربعه. يا جماعه الموضوع ما هوش مستاهل. واحنا كشفنا في الحلقات اللي فاتت كلها عن ايه اللي يحرق الجن، ونطرد الجن ازاي، ونحصن البيت ازاي، ونحصن النفس ازاي من كل سوء ومن كل جن ومن من اي مس في الدنيا. طيب وقلنا في الحلقات اللي فاتت عن البنت اللي متاخره في الجواز، علاجها ايه؟ الحلقات بتاعتنا كلها على اليوتيوب، اي حد يدخل على النت يكتب الروحان المصري ياسر عبد العظيم. ومش عايزين حد يشتغلكم، احنا ما بناخدش حاجه من حد ولا هناخد حاجه من حد. واللي عنده حاجه كبيره يتفضل يعرفنا، هنروح للحاله الكبيره. بس الحاله الكبيره اللي تستدعي ان انا اروح لها انا هروح لها. حالات صغيره اللي تحل في التليفون او تحل من خلال اللي انا هقوله في الحلقه. ربنا يبارك لكم، ونطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا من الفاصل ومعانا اتصال. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ ياسر؟
ازاي حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيب. وانت بالصحة والسلامة. والله يا شيخ ياسر أنا قعدت محاولات علشان إن أنا أتكلم معاك وناس كتير قالوا لي مفيش إلا الشيخ ياسر يحل لنا الموضوع ده. بقالي كتير حالات كتير كلموني إن أنت عالجتها. ربنا يبارك لك. الله يخليك. أنا عندي مشكلة عندنا بنتنا كل شوية تروح للدكتور علشان الحمل وكده ومفيش راجع خالص. عشان الحمل؟ حقن مجاني وبرضه مفيش مرتين. وكل الدكاتره يقولوا انها سليمه. فقالوا جايز معمول لها سحر ولا جايز معمول لها حاجه. فقلت اكلم حضرتك. تمام. يعني هي عملت حقن مجهري وما فيش حاجه؟ ومفيش حاجه برضه يا بيه. ايوه مفيش حاجه خالص وعندي انضف دكاتره. طب والتحاليل بتاعتهم عامله ايه؟ التحاليل بتاعتهم سليمه يا شيخ ياسر. الاتنين سلام. فبالله عليك الحالات اللي انت عالجتها يا رب ان شاء الله باذن الله الحاله ديت كمان تبقى على ايد ربنا ورسوله ثم انت. على راسي من فوق، على راسي من فوق. كتير قالوا لي وكلموني قالوا لي هو الشيخ ياسر. على راسي من فوق، على راسي من فوق يا عم محمد. على راسي من فوق. نعمل ايه؟ على راسي من فوق. طب هستأذنك. الله يخليك. طب حضرتك هتكلمني ويكونوا البنت الزوج والزوجه موجودين. الكوابيس اللي بتيجي من المدام عندي في البيت. الكوابيس بتيجي؟ كوابيس كتيره بتصرخ وهي نايمه. يعني دي البيت والولد وابنك. البيت وابنك وبيتك. طب ماشي يا عم محمد، ماشي على خيرة الله. الله يخليك يا شيخ ياسر. على راسي من فوق، على راسي من فوق. تحت امرك. تسلم راسك. تحت امرك. الموضوع ده كده زي ما بتتكلم كل واحد. تحت امرك. طب كلمني. طب اتصل بيا بعد ساعة يا عم محمد ونقعد نتواصل مع بعض واللي فيه الخير يقدم ربنا. حاضر. تحت امرك. الله يخليك تعيش. شكرا. عفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة احنا بنقول اول حاجة موضوع الحمل. موضوع الحمل اللي هنتكلم فيه ده هو في الحلقات اللي هنتكلم فيه في الحلقات اللي فاتت، بس واضح ان الناس مش واخده بالها. الحمل ممكن يكون تأخير الحمل ده هو بسبب جن، وده رقم واحد. رقم اتنين تظبيط مواعيد اللي هي يكون الرحم فيها بيستقبل التبويض. الحاجة التالتة اللي هي محدش، او هي الاولانية، الحاجة ديت الاولانية محدش هيدخل في علم ربنا. يعني هو ده ممكن الاتنين ما يكونش عندهم اي حاجة، يكون الزوج والزوجة كويسين، بس إرادة ربنا في كل شيء، ما يكونش فيه خلف. طيب احنا برضو بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا. هنشوف ايه؟ هنشوف هل هو عدم الخلف ده او عدم الانجاب موضوع سحر، او اتنين هيكون موضوع تظبيط مواعيد بالنسبة لاستقبال الرحم. لو شفنا موضوع السحر وشفنا موضوع تظبيط المواعيد هنسيب بقى على ربنا، يبقى ما حدش له دعوه بحاجه. طيب في حالات كتير اتعالجت اما ظبطنا المواعيد. احنا قلنا اول حاجه بنكتب، يعني جيبوا ورقه وقلم كده واكتبوا معايا 5 ايام اللي هم بتوع الدوره. تطهر الواحده منهم، ال5 ايام دول تعد 11 يوم. بعد ال 11 يوم دول مفيش فيهم جماعه. بعد ال 11 يوم في 3 ايام. ال3 ايام دول اللي فيهم جماعه بيبقى الرحم بيستقبل التبويض فيهم. طب بعد كده تقعد 11 يوم لما نشوف الدوره هتيجي ولا لا. وده بالنسبه لتظبيط المواعيد بتاعه الدوره. طيب اللي عنده سحر هيجيب ملح خشن، 2 كيلو ملح خشن ومعلقه زهر زرقاء كبيره، وهيقلبهم في بعض مع 4 أو 5 معالق ميه. كل مره بنقول الكلام دوت والناس بتضحك علينا، بس هي دي الحاجه، دي النار بتاعت الجن، وهنسيب اللي يضحك. ملح خشن وزهره زرقاء و4 أو 5 معالق ميه، ال2 كيلو مع معلقه زهره زرقاء كبيره مع 4 أو 5 معالق ميه، وتقلبوا في بعض كويس وترشهم. هيترشوا في البيت كله ما عدا الحمام.
وهنقرأ الفاتحة والمعوذتين. المعوذتين هيبقوا كل واحد 3 مرات والفاتحة مرة واحدة. خلاص. بعد ما نخلص قراءة هنقول توكلوا يا خدام هذه الآيات والصور الكريمة بفك الأذى عن فلانة بنت فلانة أو فلان ابن فلانة بحق اسم الله الأعظم بحق من يكون للشيء كن فيكون وكلتكم بأمر الله. احنا بنوكل مين؟ هو كل حرف في القرآن له خدامه، فاحنا بنوكل الخدام دهيت، وهي ربنا اللي بيسهل الأمور وبيسر الأمور لهم وبيكون خير بأمر الله. ونشوف الاتصال دوت ونرجع لحضراتكم تاني. ألو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ ياسر معايا؟ مع حضرتك يا فندم، اتفضلي. ماشي. اولا الشيخ ياسر، انا كنت انا واحده مطلقه. مطلقة. وجوزي تعالي استك شوية بعد إذنك. طليقي ردني مره. وبعد كده لما ردني حرق دمي في المره الاولانيه، حرق دمي قدام الناس. فالمأذون الاولاني انا ما رضيتش افصل معاه. وبعدين اللي جابوا مأذون تاني. جوز اختي قعد بيهدي فيا ويستهزأ بيا ويقول لي يمك عشان خاطر ابنك. تمام. اللي بقى من بيت انا بصمته من بيت. وبعدين بقى يعني هو ردك مرة ولا 2؟ ايوه لا هو ردنا مرة واحدة بس. الأولانية أنت ما رضيتش تمضي المرة الأولانية. لا هو ردني مرة واحدة بس. وبعد كده راح المحكمة قام راح مطلقني. قام راح مطلقني من غيابي. ايوه. وبعد كده يعني انا فضلت استناه 3 شهور، استناه يوم بعد يوم اتصل عليه يقول لي مش انا مراتك وكده. طيب انا الموضوع البرنامج بتاعنا اصلا خاص بالسحر. ايوه فانا مش عارفه اعمل ايه. انا عايزه ارجع تاني، مش عارفه اعمل ايه. عايزه ايه؟ انا عايزه ارجع تاني ومش عارفه اعمل ايه. عايز ترجعي لجوزك تاني؟ ايوه انا عايزه ارجع له تاني عشان خاطر ابني. طيب وحد الله. نعم. وحد الله، قول لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله. انت اول حاجه هتعمليها هتبداي بالفاتحه. هتقراي الفاتحه مره واحده. والمعوذات كل واحد 3 مرات. المعوذات ال3؟ المعوذات كل اعوذ برب الفلق كل اعوذ برب الناس، المعوذتين. ماشي. خلاص؟ مرة؟ بعد كده هتقراي ألم نشرح لك صدرك 7 مرات بنية 3 مرات؟ 7 مرات. ماشي. بنية شرح صدره ليكي، بنية شرح صدر فلان ابن فلانة لفلانة بنت فلانة. ألم نشرح لك صدرك؟ السورة دي تقرأيها 7 مرات بعد العشاء. لمدة 3 أيام. ماشي؟ وانت على وضوءك هتقرأيها. وبعد كده هتبعتي لابنك او هتبعتي له او هتكلمي معاه في التليفون، هيجي بأمر الله وربنا هيهدي الأمور بأمر الله تعالى. وتطمنينا الحلقة الجاية. طب والبتاع الأبيض اللي هو المسخ الأبيض ده أعمل بيه؟ مسك أبيض هتقرأي عليه. مسك أبيض هتقرأي عليه الفاتحة مرة واحدة. هتقرأي عليه الفاتحة مرة واحدة والمعوذات كل واحد 3 مرات. ماشي. وهتقولي توكلوا، ده على المسك بقى. هتقولي توكلوا يا خدام هذه الآيات والصور الكريمة بفك الأذى عني بحق اسم الله الأعظم بحق من يكون لشيء كن فيكون وكلتكم بأمر الله. دي اللي هتقوليه على المسك. ماشي. وهتدهني منه قبل ما تنامي لمدة 3 أيام برضه، وشك وإيديكي.
يعني اغسل بوشي؟ مش هتغسلي، زي اللي بتحط هتحط في ايدك كده، تدعكي ايدك كده اهوت، كأن بتحط كريم، تمسحي وشك وايديك كده. ماشي. ماشي، وتنامي على وضوءك لمده 3 ايام مع القراءه دهيت بامر الله. هتطمني الحلقه الجايه هتقول انك رجعتي بامر الله تعالى. ماشي يا ست الكل، اتفضلي. احنا بنتكلم في كل مره في موضوع البنت او الست اللي على مشكله بينها وبين جوزها وعايز ترجع زي الست ديت. ايه اللي يرجعها؟ طريقه شرعيه. احنا مش هنقول جلب زي الجماعه المحترمين ما بيقولوا جلب. طريقه شرعيه وطريقه كويسه جدا اللي احنا هنتكلم فيها، اللي هي كل هنبدا. اول حاجه نعملها ان احنا نمشي لو في جن في البيت ولا حاجه، هنطهر البيت من الجن بملح وزهره ومسك ابيض او مسك انجليزي، هيتقرأ عليه الفاتحه ومعوذتين ويدهن بيه الوش قبل ما الواحد ينام لمده 3 ايام، وربنا يهدي الحال. دي لو بنت ست في بينها وبين جوزها شويه مشاكل او مطلقين وفي نصيب وبس. في حاجه اللي ربنا سبحانه وتعالى كاتب لها ترجع هترجع. احنا مش هنرجع حاجه وبنعمل اسحار. اللي ربنا سبحانه وتعالى كاتب لها رجوع هترجع. اللي ربنا مش كاتب لها لقمه عيش، لو عملت ايه؟ لو قرأت من اهوت لغايه ما تموت. إرادة ربنا في كل شيء، ولازم نكون واخدين بالنا من الكلمه دي كويس.